السلام عليكم. شلونكم شباب؟ ان شاء الله زينين. اليوم عندنا فيديو بخصوص هذا الخلاط اللي قدامكم، هاي تشوفونه هسه. هذا الخلاط، هاي النوعية. طبعا هو هذه النوعية دائما هذا يجي الأغلبية نوعية توج، يعني عادية، ما تجي أصلية. وأكثر الناس تعاني من هاي الركبة، تنكسر دائما، تنكسر هاي الركبة. وإذا انكسرت هاي الركبة يعني بصعوبة تلقاها. موضوعنا مو عن هاي الركبة، يعني مالت القصبة مال الدوش. لا، موضوعنا اليوم هو سبب الضعف بهذا الخلاط المي. يعني ليش المي ضعيف اللي يصعد الدوش بهذا الخلاط مي، وشنو الأسباب اللي تصير بيه. راح نفتح الخلاط هسه ورايكم شنو الأسباب، وإن شاء الله الحل موجود. احنا شلون نعرف المي ضعيف؟ حسب فحصها قدامكم اني، او مو ضعيف، مرات مسدود ينسد، يعني تصير بأملاح، لأن هو هذا الخلاط توج والمي ملح. ومرات نلقى بيه يعني ترسبات تصير بالمجرى مالت الخلاط اللي مال الدوش، فيصير المي ضعيف، يا اما مي ينقطع نهائيا. راح هسه ارفع الجير لفوق، وراح اخلي المي بهاي الازمه. شوف، المفروض المي ينقص، يعني المفروض المي ينزل من هنا. هاي شي معناها؟ يعني معناها المجرى مال الخلاط مال الدوش مسدودة. معناها المجرى مسدودة. شنو السبب اللي يسد هاي المجرى؟ يتكم هو أسباب، يا أما نلقى ترسبات أملاح، يا أما نلقى مثلا يعني فد أي شي، يعني أي شي يسد. يعني مرات نلقى خشبة، مرات نلقى تشيس المي يسد هذا المجرى، مرات نلقى وصله، لان دائما بالتصحيحات تجين شغلات هنا. فهسه راح اعلمكم ان شاء الله شلون تفتحون المجرى مال هذا الخلاط، وان شاء الله الخلاط يرجع لكم طبيعي. خليكم ويانا متابع الفيديو للاخير. هسه اول ما نفتح الركبه. اول ما نفتح قلنا نفتح ركبه الخلاط اللي هي عباره. هنا انا شارح فيديوهات قديمه، هنا يصير الين كي هالمكان الدخل الين كي، مرات يصير برغي، واكثر شي بس يجي الين كي. يعني تفتح الين كي جوا، طلع الركبه، نفتح هذا الشنقة فوق، نفتح الشكل الثاني، راح يطلع الجير. طبعا الجير مفلش، دائما هذا الجير يتفلش. هسه احنا مو شغلة نشاط الجير، احنا قلنا لكم بالبداية تلقى لي الجير لابش. الخلاط ايش بيه 3 مجرى، اللي هو هذا بالنص تشوفونه، وهذا واحد ثاني اللي هو جاي من هنا، وهذا واحد من هنا جاي من هنا. هذا ما له علاقة بهم، هذول مسمار، هذول مسامير مكان الخلاط، السنتر مال الخلاط من يقعد، اللي يصيرون بالخلاط. يا هو اللي ينسدع عندنا باعوا هذا. شوفوا هسه بعد ما شوفوا تلقى بيه املاح. ها شوفوا دائما تلقى بيه املاح. شلون تفتحه؟ شلون الطريقة نفتحه؟ هسه انا اعلمكم الطريقة شلون تفتحونه. افتح هاي، ايوه نفتحه. طبعا جيب تيزاب، هذا باعوه. هذا التيزاب هذا مال مجاري، تلقونه يبيعون عده الانشائية، لو تلقون عده يبيعون عده اسمه ذول يبيعون زاهي ما زاهي. قل لي التيزاب مال مجاري، تلقاه ببطل، سعر البطل 1000 دينار.
بطل صغير تخليه بهاي الشيشة. وين نخلي التيزاب أو وين ذب التيزاب؟ شوف التيزاب نخلي وين ذب باعه، بهذا اللي بالنص اللي قلت لكم عليه باع. شوفوا هذا، شوف شوف التيزاب هسه قاعد يفتح باعه، فتح هاي الجهة، شفتوه قاعد ينظف المجرى من طول الطول. طبعا التيزاب هذا ما يأثر على أي شيء، مجرد يفتح المجرى بس زي بالك من ذيك. هذا الحين ينظف المجرى من الأملاح، لأن هاي المجرى واصلة من هنا لحد هذا المكان، من هالمكان الصاعد للدوش. راح نخلي بالمات الدوش أو يفتح مجرى كامل. بهاي الطريقة انت تفتح المجرى مال الخلاط مالت مال الدوش اللي صاعد للدوش. راح تنفتح عندك الأملاح وأي شي داخل المجرى راح ينفتح عندك. وإذا كلش ما انفتح عندك حاول تفتحها بسيم تدخله بالمجرى، وحاول تنبش المكان المجرى على مود اكو مثلا شغلات قوية مثلا تنفتح عندك. وبهاي الطريقة تقدر تخلي مي الخلاط يرجع طبيعي وما بيه كل اشكال. وترجع طبعا عندك ترجع الخلاط مالك او ترجع الجير مالك. شوف هسه حاليا، شوف انتبه عليه المجرى انفتحت بسلاسة سبعة. شوف من الساعة شفناها مخلينا مي هنا بهالمكان، المي بقى ثابت، بينما هسه بعد قام ينزل يصعد لان شنو وين فتح المجرى مال الخلاط. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب.